ليه في ناس كتير مش واثقة في نفسها؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا وهتكلم عنه باستفاضة في الحلقة دي. أولا، ما تنساش تكمل الفيديو عشان النصايح في الآخر، ولو استفدت ولو بمعلومة بسيطة اعمل لايك واشترك في القناة عشان تخلينا أكمل. وشكرا، دلوقتي أسيبك تكمل الفيديو. في البداية بيطرح الفيديو سؤال مهم: ليه ناس كتير مش واثقة في نفسها؟ والإجابة بتكون إننا من صغرنا بنتعرض لكلام سلبي، نقد ومقارنات مستمرة بتحسسنا إننا أقل من غيرنا، وده بيأثر على صورتنا عن نفسنا. ومع الوقت المجتمع نفسه مش بيشجع، لو فشلت يضحكوا عليك، لو نجحت يقولوا صدفة، ولو عشت عادي محدش يحس بيك. بس بيجي وقت لازم تقول لنفسك كفاية، وتبدأ تسمع صوتك أنت مش صوت الناس، وساعتها تقدر تبني ثقة حقيقية بنفسك. بعد كده الفيديو بيعرض 7 خطوات عملية لزيادة الثقة بالنفس. 1. فكر في نفسك كويس. اكتب كل يوم 3 حاجات بتحبها في نفسك. 2. جرب حاجات جديدة. كل تجربة بتكسر الخوف وتزود ثقتك. 3. حط نفسك وسط ناس إيجابيين. ابعد عن المحبطين وقرب من الداعمين. 4. ما تقارنش نفسك بحد. ركز على تقدمك أنت مش غيرك. 5. اهتم بجسمك. الجسم المرتاح يديك نفسية أقوى وثقة أكتر، يعني روح الجيم. 6. اتكلم مع نفسك بإيجابية. غير كلامك الداخلي، هو اللي بيحدد نظرتك لنفسك. 7. ابدأ حتى لو خايف. الخوف مش هيروح غير بالفعل مش بالتفكير. الرسالة النهائية للفيديو: الثقة بالنفس مش موهبة، دي عادة بتتبني خطوة خطوة. ابدأ النهاردة وما تستناش حد يقولك إنك تستاهل. قولها لنفسك: أنا أستاهل، أنا أقدر، وأنا واثق إني هنجح.